الإنسان أيها الإخوة في رأسه تقريباً 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. ألم نفكر مرة لما ليس في شعر الإنسان أعصاب حس؟ لو في أعصاب حس لاضطررنا أن نجري عملية جراحية هي عملية الحلاقة في المستشفى، لكن رحمة الله بنا جعلت هذه الأشعار فيها أعصاب حركة بس ما فيها أعصاب حس، وكذلك الأظافر. لو نزلنا إلى الدماغ 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة، فيها التصور، فيها التخيل، فيها الاستنباط، فيها الاستنتاج، عمليات فكرية معقدة جدا. بل إن الدماغ عاجز عن فهم ذاته، من آيات الله الدالة على عظمته. هذه الآلات التي أمامي هي آلات تصوير فائقة جدا، آلات بالمليمتر مربع منها في 10,000 مستقبل ضوئي، بينما في شبكية العين 100 مليون مستقبل في المليمتر واحد من أجل الرؤية الدقيقة. فالعين البشرية ترى 8 ملايين لون. واحد ذهب إلى فنلندا، الحرارة 69 تحت الصفر، بعينه في ماء، يضع القبعة على رأسه والمعطف على كتفيه والجوارب الصوفية وكل شيء صوف هناك. هل يستطيع أن يغطي عينه؟ لا يستطيع، من أجل أن يرى طريقه. طيب هذه العين على تماس مع 69 تحت الصفر، إذن لا بد أن يفقد كل إنسان يسكن في الشمال بصره. أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. يد من؟ صنع من؟ حكمة من؟ رحمة من؟ 20 مليون عصب شمي، كل عصب ينتهي ب7 أهداب. الأهداب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحة، من تفاعلها مع الرائحة يتشكل شكل هندسي هو رمز هذه الرائحة، يشحن إلى الدماغ، يعرض على الذاكرة الشمية. الذاكرة الشمية فيها تقريباً 10,000 بند، يعرض عليها بلمح البصر، فأي توافق بين الشكلين بتقول فيه بالأكل كمون. ما الذي أخبرك أنه فيه بالطعام كمون أو في نعنع بالشاي؟ هذه الذاكرة الشمية. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنه، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئت، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبك، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا.